ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنخلل شويه لفت مع بعض ما حصلوش. ميه لفت بجد فيها الشفا. تعالوا بينا نشوف الطريقه. وميه المخلل دي اعتمديها لاي نوع مخلل، بس هقولك لو نوع مخلل تاني هنضيف له اضافات ايه. اللفت وميته وجماله. يلا بينا نشوف الطريقه. 2 فلفل رومي ضروري يكون احمر، و2 ليمونه كبيره، وواحد فلفل حامي. اللفت هنا بنقطعه تخين شويه عشان يكون محمل. وبعد كده برش عليه ملح وشطه واحطه في مصفى ينزل شويه ميه، ولا ببيته ولا ساعتين ولا 3 ولا اي حاجه. حطيت الفلفل الرومي الاحمر مع واحده بنجرايه و2 معلقه كبيره جزره مبشوره. الجزر ده انا بجيبه وابشره واشيله في الفريزر، بينفعني خالص. ال2 ليمونه كبيره، وكمان هضيف ربع كوباية خل. المقادير دي كلها على لترين مية. المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف، ممكن تقسموا المقادير على 2 لو انتوا عاملين كمية اقل. هطحن الخليط ده كويس قوي. قرن فلفل الحامي ممكن تضربوه لو انتوا بتحبوا الحامي، تضربوه مع البنجر والفلفل الرومي. ميه عاديه من الحنفيه، مش مغليه ولا بردتها ولا اي حاجه. معلقه كبيره بابريكا. والملح هنا ما يكونش هرمي. لكل كوبايه ميه معلقه ملح، بس مش هرميه، ممسوحه. اقلب كويس الملح، اقلبه شويه، بعد كده اضيف معلقتين كبار سكر على لترين ميه. بعد كده ازود الخليط اللي ضربته في الكبة ده. شايفين المية وجمالها؟ بجد مية لفت شفا. احنا كنا بنشرب المية دي اكتر ما بناكل اللفت. اللفت هنا نعبيه في البرطمان، بس اهم حاجة ان احنا نكبسه كويس قوي ونسيب براح زي عقلة كده، لان اللفت بينزل ميته وبتزيد. بس اهم حاجة نكبس كويس. ابدأ اضيف مية التخليل بتاعتي. لو قرنبيط او اي نوع مخلل تاني بنضيف معلقة كبيرة كزبرة ومعلقة كبيرة كمون على اللترين مية. الشبكة دي بتبقى موجودة في البرطمانات الجاهزة. لو مش متوفرة ده طبق الفل موجود في كل البيوت، بنقصه اكبر سنة من البرطمان وبكبس بيه كده البرطمان، بيحملي اللفت بتاعي وكمان بيحافظ عليه. اللفت ده هيفضل مقرمش لاخر واحده فيه. هحط الشبكه وبرضو اقفل برطماني. جربوا اللفت وجربوا ميه التخليل دي، اعتمدوها لكل انواع المخللات. بجد جميله جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. هيفضل مقرمش لاخر واحده. والف هنا.